صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي تصريح أثار اهتمام كبير جدا، وقال إن الجيش المصري بيخفي جزء كبير من قدراته العسكرية والتسليحية، وقال إن اللي العالم شايفه هو مجرد 15% من القوة الحقيقية والأساسية للقوات المسلحة المصرية. يسعد صباحكم أو مساكم أينما كنتم، أنا رفيق عادل وأنتم بتتابعوا برنامج أصل الحدوتة. التصريح ده فتح باب لتساؤلات كتير، وابتدت الناس تطرح أسئلة. هل الكلام ده رسالة موجهة للشعب المصري عشان يطمنهم على قوة جيشه وإن هو قادر يحمي البلد؟ ولا دي رسالة تحذيرية لأعداء مصر وإن قوة مصر أكبر بكتير من اللي بيرسمه لهم خيالهم؟ أسئلة كتير وإجابات غامضة، والكل ليه الحق إنه يستخدم أساليبه وطرقه. هل مصر بتمتلك من السلاح ما يمكنها من معادلة توازن القوة بالشرق الأوسط؟ والسؤال الأخطر والأهم، ليه الكيان دايما بيحذر أمريكا من تسليح مصر بأحدث الأسلحة؟ وليه دايما بيلف من ورا المصريين ويروح للمسؤولين الأمريكان